هحكي لكم عن تجربة شخصية مريت بيها في الشغل بتاعي. أنا كنت في مدرسة وفضلت وصلت الحمد لله لمناصب كبيرة، يعني وصلت إن أنا كنت head of department، بعد كده بقيت consultant، استشاري اللغة الإنجليزية. والحقيقة فضلت في المدرسة دي maybe أكتر من 10 سنين، وكنت فاكرة إن دي الكومفورت زون بتاعتي. فأنا هركز على المعنى بتاع comfort zone. comfort zone يعني مكان أنت بترتاح فيه، مش عارف تخرج براه. وده كان اكبر غلطه عملتها، لان فعلا ضيعت سنين كتير من عمري. تمام. مهم قوي ان انت تخرج to get out of your comfort zone، ان انت تجرب حاجه جديده بره اللي انت فيه، تاخد experience في different places، على قد ما تقدر تجمع خبرات، تعرف الدنيا بره عامله ازاي. لكن ان انت تفضل في المكان نفسه، في الكومفورت زون بتاعتك، دي اكبر غلطه ممكن تعملها.